بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا اغلى مشاهدين عندي في الدنيا، ربنا يخليكم ليا وما يتحرم منكم ابدا يا رب. النهارده من مطبخ مجيده ان شاء الله هنعمل معاكم الفراخ اللي انا بقطعها دي. هعمل بيها صوص مكرونه. نعمل صوص مكرونه ابيض بالفراخ. تمام. ومعايا برضو ايه، معايا بعد ما اقطعها كده معايا بانيه. ه... هعمل له الحباش بتاعه اللي هو التتبيله بتاعته. وهنا طبعا الحاجات دي هحطها على الفراخ بعد ما تتشوح. هو ايه بقى الحاجات دي يا مجيدة؟ ودي هحطها على البانيه ايه دوت. هنا فلفل، معايا 7 بهار، معايا ماجي، معايا ملح. وايه، وهنحطهم ايه على معايا بصلة صغيرة هحطهم هنا على البانيه. طبعا انا معايا في الطبق التاني ده معايا ايه، معايا الخضار اللي هحطه على الفراخ اللي هي بتاعت الصوص الابيض. تمام. حطينا بقى ايه شوية مية على النار في الحلة. هنا بقى هناخد الفراخ اللي انا قطعتها دي، هنزل عليها بالطاسة كده في الطاسة، واقلب فيها اشوح فيها كده لحد ايه ما تنشف ميتها. طبعا بعد ما تنشف ميتها انا معايا الفلفل اللي مقطعاه الاحمر والاخضر والبصل والثوم والبهار اللي انا ايه حطاه هحطه ايه عليه. بس بعد ايه ما اشوح بقى فيها كده وتشرب ميتها وتبقى جميلة. تمام. تمام. هنا بقى هنسقط المكرونة، المية غلت مع بعضينا واحدة واحدة. طبعا هحط شوية ملح وشوية زيت. نقلب بقى في الفراخ اللي هي هنعمل بيها الصوص الأبيض بتاع المكرونة، ومع بعضينا واحدة واحدة كده، ما تسيبونيش وتروحوا بعيد. ننزل بقى بالخضار اللي أنا مقطعاه اللي هو الفلفل والبصل والثوم والفلفل الأحمر والأخضر والبهار. هننزل بقى 7 بهارات وفلفل وماجي ونقلب بقى نشوح بقى كده تشويحة جميلة. الريحة هنا مش هقول لكم على الجمال وعلى الحلاوة، الصراحة تحفة تحفة الريحة. والله مش عشان انا عاملاها، لا، حطيت بقى كان عندي عودين بقدونس كده، رحت حطاهم بيدوا ريحه حلوه وطعم جميل كده. واقلب بقى شوح يا معلم، شوح بقى في التتبيله في الفراخ ديت اللي هي بتاعت الصوص الابيض. طبعا بعد هنا ما هعملها اركنها على جنب. هنا بقى معايا بيضه واحده حطيتها على البانيه. طبعا البانيه مدبلاه، حاطه له بصل وبهاراته كله. هنا بقى معايا الدقيق اللي انا هعوز بيه البانيه. حاطه طبعا على الدقيق شويه معلقتين نشا، حاطه معلقه كركم، فلفل اسمر، ماجي، ملح. وقلبتهم كويس. وهحط بقى البانيه، حاطه الزيت على النار. ويلا بينا بقى ايه ننفض كده البانيه بعد ما نحطه في الدقيق، ننفضه كويس كده. وننزل بقى في الزيت طش كده، طشه دي بحبها انا. هنا بقى حطيت نزلت بقى، شلت الخضار اللي انا كنت عاملاه بالفراخ، وحطيت معلقتين سمنه ومعلقتين دقيق وشوحتهم، ورحت نازله عليهم باللبن. ده الصوص الابيض بقى اللي هحط عليه الفراخ اللي هي بالخضار والمكرونه، بتبقى طعمها تحفه. جربوها بطريقه مجيده وما تنسونيش باللايكات كده، وتصحوا معايا وصلوا على رسول الله كده ونصلوا على النبي كده ونوحدوا الله كده وندعو لاخواتنا كده في فلسطين. طبعا هنا بقى بعد ما نزلت البانيه طبعا اللون هنا تحفة. هنا بقلب بقى في الصوص اللي أنا عاملاه ده. طبعا هنا لازم الصوص ده يلف معايا، يبقى ايه تخين شوية كده. بصوا البني بقى هنا ولونه تحفة تحفة تحفة. بصوا هنا بقى الصوص لف معايا وبقى جميل. هنزل بقى معايا احط عليه بقى الخلطة اللي انا كنت عاملاها اللي هو البصل والفراخ والفلفل. ونروح نازله بالمكرونه وقلب يا معلم بقى. ويلا بينا بقى نغرف بقى الاكل الجميل اللي عاملاه مجيده. وما تنسونيش باللايكات وتفعيل الجرس، نعمل لكم كل جديد اخواتي وحبايبي. وبقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.